السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع علي. البارح أعلن رسميا على قرعة مجموعات دوري أبطال آسيا. ففي حلقة اليوم غادي نشوفوا مجموعات الأندية فين كيلعبوا اللاعبين المغاربة ديالنا، وشنو هي أبرز المواجهات، وشكون في هذه المجموعات اللي تعتبر مجموعات الموت، وشنو هي حظوظ الأندية العربية في هذه البطولة، وتوقعاتي للمتأهلين للدور الثاني. فقبل ما نبداو تفاصيل هذا الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم. ويلا نبداو الحلقة ديالنا بلا ما نطول عليكم. للتذكير فقط بالنسبة للناس اللي ما عارفينش نظام بطولات أبطال آسيا، كاين 10 ديال المجموعات، 5 ديال غرب آسيا فيهم أندية مثلا من السعودية، الإمارات، قطر، الأردن، إيران إلى آخره، وخمسة المجموعات من شرق آسيا فيهم مثلا أندية من اليابان، كوريا، الصين إلى آخره. ونظام البطولة هو بالشكل التالي: يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور 16 من دوري أبطال آسيا بإجمالي 10 أندية، بالإضافة إلى أفضل 6 من أصحاب المركز الثاني في المجموعات، 3 الأندية من الغرب و3 الأندية من الشرق. فاحنا غادي نركزوا على مجموعة غرب آسيا اللي فيها المحترفين المغاربة ديالنا. وبلا مقدمات غادي ناخذوا أول مجموعة ومع المهاجم المغربي سفيان رحيمي وفريق العين الإماراتي. فريق العين جا في المجموعة الأولى مع بختكور الأوزبكي، الفيحاء السعودي وفريق أهل التركمانستاني. بختكور الأوزبكي هو أقوى فريق في هذه المجموعة، وهو بطل الدوري الأوزبكي، وهذه هي المشاركة رقم 19 في تاريخ ديال مشاركات دوري أبطال آسيا. سفيان رحيمي وفريق العين هما وصيف الدوري الإماراتي، مرشحين بقوة أنهم يدوزوا من هذه المجموعة. العين اللي عنده تاريخ كبير في المشاركات ديالو في أبطال آسيا، وهذه هي المشاركة رقم 17 بالنسبة لهم. الفيحاء السعودي كذلك فريق قوي، وهو مشارك كبطل كأس الملك، وهذه هي أول مشاركة ديالو في دوري أبطال آسيا. أكيد غادي يخلق متاعب كثيرة في هذه المجموعة، وغادي يكون هو المنافس الأول لفريق العين في هذه المجموعة. بالنسبة لفريق أهل، هو بطل كأس تركمانستان، وهذه ثاني مشاركة لهم في دوري أبطال آسيا، ولكن ما كنتوقعش أنهم يتأهلوا للدور الثاني. فمن هذه المجموعة عندنا بختكور كأول مجموعة، ثم فريق العين كأفضل ثواني. وندوزو للمجموعة الثانية ومع الكابيتان رومان سايس وفريق السد القطري. رومان سايس غادي يكون في مواجهة قوية أمام كل من فريق نصاف الأوزبكي، الشارقة الإماراتي والفيصلي الأردني. فريق السد مرشح بقوة أنه يتصدر هذه المجموعة، ولكن هذه المجموعة كتبان متوازنة. فأساف هو بطل كأس أوزبكستان وهو ثالث الدوري، وهذه هي المشاركة الثامنة ديالهم في أبطال آسيا، يعني فريق متعود على أجواء هذه البطولة. فريق الشارقة حتى هو فريق متطور، وهو بطل كأس الإمارات، حتى هو ماشي جديد على هذه البطولة، وبدا كيشارك بطريقة رسمية مؤخرا في أبطال آسيا، وهذه هي المشاركة رقم 6 بالنسبة لهذا الفريق. وما نساوش الفريق الأردني العريق، فريق الفيصلي، واللي ديما ملي كيشارك في البطولات القاريه سواء الاتحاد الاسيوي او البطوله العربيه كيخلي البصمه ديالو رغم التراجع اللي عرفوه في الفريق مؤخرا. ولكن الملحوظ ان الكره الاردنيه في تطور، لا على مستوى المنتخب ولا على مستوى الانديه. فكنتمنى التوفيق لكل الانديه العربيه على حده، ولكن من وجهه نظري فريق السد غادي يتاهل من هذه المجموعه كمتصدر. ونمشيو للمجموعه الثالثه اللي فيها الاتحاد السعودي والمهاجم المتالق عبد الرزاق حمد الله، واللي غادي يكون في مواجهه كل من سيباهال الايراني، القوه الجويه العراقي، واجمك الاوزبكي. في هذه المجموعه عندنا مواجهه ايرانيه سعوديه، وخاصنا نعرفوا باللي الانديه الايرانيه هي انديه قويه ومنظمه، زائد ان عندها قاعده جماهيريه كبيره. بالاضافه ان مواجهات الانديه الايرانيه والسعوديه هي بمثابه ديربي اسيوي، وكتشبه بزاف المواجهات انديه شمال افريقيا في دوري ابطال افريقيا، يعني كتكون فيها واحد طابع النديه والتنافس. لكن رغم ذلك فالاتحاد هو مرشح باش ياخذ اللقب الاسيوي، ورغم المنافسه القويه كنظن ان الاتحاد غادي ينتزع صداره هذه المجموعه. والمجموعه الرابعه والحارس ياسين بونو فريق الهلال السعودي، واللي صراحه جا في مجموعه سهله جدا، والقرعه خدمات الهلال السعودي بواحد الشكل كبير. فغادي يكونوا في مواجهه نساجي الايراني، مومباي سيتي الهندي، وفريق نافباهور الاوزبكي. فإلا شفنا خصوم الهلال في هذه المجموعه، فكل من نافباهور ونساجي هذه هي اول مشاركه ديالهم في ابطال اسيا. اما مومباي سيتي فهذه هي المشاركه الثانيه ديالهم. فهاد الانديه جديده في التنافس القاري وما عندهمش خبره كبيره. بالنسبه لي العدو الاول للهلال غادي يكون استصغار الخصوم، وهذا يقدر ينعكس عليهم سلبيا، خاصة أن كل هذه الأندية غادي تحاول تبان بصورة ممتازة، لأنهم عارفين الآن الكل متابع الهلال السعودي والنجوم اللي تعاقد معاهم، فغادي يحاولوا أنهم يبانوا بمظهر ممتاز قدام الهلال السعودي. ولكن من وجهة نظري الهلال هو متصدر هذه المجموعة وبالعلامة الكاملة. وأخيرا نمشيو للمجموعة الخامسة، ورغم أنها ما فيهاش حتى شي محترف مغربي، إلا أنه هذه المجموعة هي التي تعتبر مجموعة الموت حرفيا. فكنشوفوا في هذه المجموعة بطل الدوري الإيراني بيرسوبوليس، وبطل الدوري الطاجيكي فريق الاستقلال، وبطل الدوري القطري الدحيل،
واخيرا وصيف الدوري السعودي في فريق النصر السعودي. مجموعه صعبه على رفاق كريستيانو رونالدو واللي تاهلوا لدور المجموعات من بعد ما تاهلوا من الملحق بانتصار على شباب الاهلي دبي ب4-2. فكنتمنى التوفيق لكل الانديه العربيه وخصوصا المحترفين المغاربه اللي غادي يشاركوا في ابطال اسيا ويمشيوا لادوار بعيده في هذه البطوله ان شاء الله. فمن وجهه نظركم شكون هو الفريق اللي كترشحوه باش ياخذ لقب ابطال اسيا في هذا الموسم؟ فهذا الشيء اللي كاين في الفيديو ديال اليوم. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم وما تنسوش الاشتراك في القناه ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.